بس على الله حاجه وحشه سيب على الله عشان الناس يا بس سيب على الله يا عم ربنا يا عم اشرف. ايوه انا عايز ما تكذبش يا عم اشرف عشان يعيش حياته. انت بتكذب فيها يا محمد، ممكن تعرفنا؟ بقول لكم يا جماعه صلوا على النبي وحدوا الله. معلش يا جماعه ده اخويا الكبير وزيدنا شرف، معلش يعني ومشاكين قوي يا جماعه وكتر خيركم قوي. بص يا محمد انا عايز اوضح لك حاجه. طب انا عايز اوضح لك حاجه حقيقه ناس كتير بتشوفنا دلوقتي بتقول محمد لما بيهرب وبيمشي عشان شخصيته ضعيفه وعشان موقفه ضعيف. مش مشاكل يا محمد، مش مشاكل، ولكن احنا بنتكلم معاك بنتحاور معاك بمنتهى الاحترام والود. بص انا همشي عشان محمد بيكذب وانا مش هقعد معاه وهو بيكذب. طب ممكن حاجه عصام نتكلم سوا طيب بعد اذنك؟ انا هقعد مع الماتش. طيب ماشي. هي المفروض دي جلسه صلح، جلسه صلح هتنتهي بشجار، هتنتهي بخناق. اصل يا محمد هو بيقول لك التليفون هاتوا ازاي؟ اما اذا كان 200 جنيه لسه بقيت معايا. لا مديهم يا عم انا مش عايز اديلك بس يكذب ازاي؟ يكذب يقول كلام ما حصلش ليه؟ لا يا محمد هو يعني انت تخيل انا مثلا هو عايز يفهم بيكذب بيقول ايه؟ طيب ايه اللي قاله محمد؟ بيقول لك الايفون، هو بيقول لك الايفون 36000. طب هو ده جابهم منين؟ طب انا عاوز بقى الناس الحكومه. ممكن نقعد جنبه، محمد قاعد ممكن نقعد جنبه عشان لا انا لا اصل مش هقعد معاه، هقعد معاه. لا مش هقعد معاه هو بيكذب. روح قول له كده. طب احنا هنجي لك تاني يا عم عصام. يعني يا عم عصام هناك بيقول ان الايفون ده مش بتاعك. حابينك بقى ترد. بيقول ان الايفون مش بتاعك. هو بيعرف انا بروح فين وباجي منين. ده كلامه، احنا حابين نفهم منه. باشا انا عارف انا بروح فين وباجي منين. هو ليه ولا ناقص كمان ابات معاه واكل معاه؟ معلش يعني انا اكل معاه واشرب معاه وانام معاه، هو بيعرف انا بروح فين. احنا والله انا بقول لك بس خلاص بقى بعد كده بقى معايا، بعد كده لما اروح اجيب اي حاجه اجيبه معايا. احنا جايين ايه صلح؟ انا بتكلم في كده. المعلم اشرف بقى هو اللي هيخلص الدور ده. بس تعالى يا عم مبروك على المعلم اشرف. عم عصام صلي على النبي. انا اول حاجه قلت لك انت خيرك علينا وخيرك على اي حد يا عم عصام. طيب خلاص اخويا الكبير مش كده قوي يا عم عصام. تنجح في حياتك ما تكذبش. ما فيهاش حاجه. انا كده مش بهينه، انا كده مش بهينه. انا بكلمك قدام عم اشرف اهو. عم اشرف الرفاعي ده بتاع كباب الرفاعي ده المعلم. انت ترضى تقعد مع حد بيكذب؟ على الطلاق يا محمد، عايز شخصيتك كده ما تكذبش، قول الحقيقه. عمك شعبان مات وهو فايق، ما تكذبش على حد. عم حسام خليك عشان تفهم. الوقت عليه اراضيه يا عم حسام. اتفرج حسام عليه. ايوه يا ابني انا عايزك يا محمد، عايزك تعيش يا جماعه يا ابني، عايزك عشان خاطر الناس ايه؟ يا محمد اسكت. طب انا مش هتكلم تاني خلاص. اكذب براحتك، اكذب براحتك، اقعد واكذب براحتك بس. يا محمد على اذنك يا باشا كده حلو قوي. خلاص يا جماعه سيبوه يكذب براحته. بس كده يا جماعه اقفل اللايف بس. اقعد بقى. قفلت اللايف. احنا مش مكتوبين عليك، احنا بنسمع عم عصام بس يعني مش طب جايبين. اسمع يا عم حسام. اقعد طيب. اقعد بقى. اصل هقول لك على سجاير هتيجي الكاميرا، عايز تجيب الكاميرا قلت لك بس انا عرفتك ان انا مش عاوز اي تصوير. طب ماشي انا يا محمد مش هجيبك خالص. احنا حابين نسمع هنا بنجي الفنان راحل شعبان عبد الرحيم، وبحترم طبعا رغبتك ومش هجيبك لقطه. انا بعد اذنك يا عم محمد، تسمح لي؟ عم محمد يا صقر، انا كده قاعد مع عم اشرف في الجلسه بتاعته، مش هينفع ولا اقول كلام كذب ولا كلام حقيقي. انا كنت بنصحه لله، اللي الكذب ملوش رجلين بس. يا عم صلي على النبي. كدب انت بتعرف معنى انا بروح ايه؟ فين؟ انت بتعرف انا بروح فين؟ طب اقول لك، انت معاك العربيه بتروح مشوار، انا عارف انت بتروح فين؟ طب صلي على النبي. ما انا بتكلم في طب اقول لك على حاجه. طب خلاص، مش انت يا باشا عندك شقه وعندك عربيه وعندك تليفون؟ هم كلمتين اقولهم لك. طيب اقول لك اشربك في الفيلا دلوقتي. لا
هقول لك حاجه، تعال محمد، انا بطالب صلي على النبي. لا عمري في حياتي، عمري في حياتي اقسم بالله. طب خلاص انا بزوقك للخير. طب بالظبط كده. من اول ما شفتني وانت بتشوف خير يا عم احسان، اول يوم مشيت معايا فيه. صلي على النبي يا عم كلمه واحده اقولها للناس واقفه، كلمه ماشي. طب اقول اخر كلمه اقولها. انا طالب من الحكومه، بطلب من الحكومه لو محمد عنده الحاجات دي يقولوا له من اين لك هذا، ولو لقيته في حاجات من دي اضربوني انا بالنار بس. محمد يا عم عصام، محمد يا عم عصام غلبان وميسور الحال، وحتى لما طلع في احدى البرامج انا خايف عليك، انا خايف عليك. انت من 4 اشهر كنت مطرود من محل الكشري. بالظبط على حاجه. لا خدت حاجه من الحاج؟ لا ها ما تاخدش غير مني انا، ما تاخدش حاجه غير مني انا بس وانا مسامحك. قلت ايه؟ ما بتاخدش غير مني وانا يا عم صلي مسامحك. على النبي، باخد منك والميه الطاهره دي يا عم صلي انا على النبي. مسامحك. انت ساعدتني 3 مرات ولا 4 مرات. عم حسام من الاخر مش عايز اتكلم بقى، عيب بقى كده بقى. اتكلم. انت كنت بتديني فلوس عم حسام عاشور معاك اي مشاوير عشان الام تصفوني والدنيا. عم حسام بس بقى عيب بقى. ايوه يا عم حسام، انت لو كنت بترضيني من جيبك حلو الكلام عشان خدني معاك بالظبط. لا اسمع كلامي. طب ردك ايه يا عم عصام؟ ردك ايه سريعا طيب؟ كنت كل مره امشي منه حلو الكلام، اقسم لك بالله كان بيجيبني. عشان بقول لك ايه، عشان ما بلاش اتكلم يا جماعه. يا جماعه دي المفروض جلسه الصلح يعني بينكم انتوا الاثنين، ما ينفعش جلسه الصلح تنتهي بخناقه تاني. طب بس حابين نسمع سريعا يعني كلام محمد، كلام خطير جدا، ردك ايه عليه؟ طب هو محمد كان بياخد مني كل يوم 200 جنيه، كل يوم كان بياخد 200، بدي اديله 200 جنيه كل يوم. ومن اللي انت كتبت في دي بقى يا عم حسام؟ انت بتقول انت كتبت في وشي؟ لا مفيش حاجه ب 200 جنيه. يعني انا ما بديتش 200 لا جنيه ولا بديلك 200 جنيه مع محمد؟ الطلاق وابنك ده على الطلاق بيت 3 بديك كل يوم 200 جنيه. لا يا عم حسام، على الطلاق وريني كده. اقول لك على حاجه مش ابوك صلي على النبي. بعد معاه 200 جنيه، مش بعد معاه 200 جنيه بالظبط كده. واديت انت بتعمل حساب ايه من بعدنا؟ ابوك واخد فلوس من القناه عادي، لو باخد منه باخد من فلوس على القناه. اني قناه بالظبط كده. اني كده. انت بتقول لي انت كذاب يا زبال يا معفن يا اللي مش هتنضف. والله العظيم والله ما هتنفع تاني، والله العظيم ما هتنفع. عايزين سباب يا عم عصام من غير، لا انا عايز اعرفه بس ان هو لو راح ولا جه زبال، زبال مش اكتر من كده. يلا انت بتعمل زوم يا عم. ايه يعني الترند هات حاجه لينا يا عم عاد. بس يا محمد يعني هنا برضو كالعاده محمد صاحب وقاعة كشري التحرير ساب المكان وغاضب. المفروض انها جلسه صلح بينه وبين نجري فنان الراحل، لانه يعني برضو كراكيت تاني مره هو ساب المكان ومشي. يا محمد انا بتكلم عليك انت، الناس حابه تسمعك، الناس حابه تعرف انت صح ولا غلط، انت بتكذب ولا صادق؟ ليه السنه واحده انت بتقول لي يا باشا؟ انا دكتور مش باشا، انا بسألك سؤال. تمام يا دكتور. ايه اللي جابلك على ايه اللي جابرنا على العصام صح كده عشان ياخد من الترند، غير كده لا. وربنا على طول بيعدني معاه عشان خاطر الترند. يعني احنا هنجري وراك طيب يا محمد يعني؟ يا باشا بقول لك ايه؟ هو اصل ايه؟ بتديني ايه؟ احنا هنجري وراك طيب، هنجري وراك في الشارع. لا احنا بنحبك وبنسمعك. على اذنك انا بستاذن مره واثنين وثلاثه، انا كده بتكلم بالقانون. على اذنك يا باشا معلش كده حلو قوي. خلاص محمد شكرا. خلاص ماشي شكرا جدا. ماشي تمام ماشي شكرا بالظبط كده. ماشي يلا امشي، ويا ريت يعني ما نشوفكش في قنوات تانية عشان انت بتثير الجدل. لا والله انا بديك المايك اهو، شوف انت عايز تقول قول، احنا معاك. انا عايز اقول لك الناس اللي بيتفرجوا يفكرونا متفقين. حبيب عمي ازيك يا باشا؟ الله يكرمك، الله يسترها معاك. ربنا انا راجل مجتهد في اذاعه القران الكريم، معتمد اذاعه وتلفزيون من 2001. انا عايز اسال سؤال بس، الناس اللي ملهاش تسعيره بقى ليها تسعيره ليه؟ هو ربنا هو اللي عاوز كده. مبتهلين او منشدين ومعتمدين مطربين ربنا في الاذاعه من 2001. ربنا هو اللي بيشاور على اي واحد. ربنا هو اللي بيشاور على الناس. واخد المهنه دي اكبر عن جدا. يعني انا بشوف ناس
كتير قوي وبشوفهم كتير قوي على الفيس، زهقت. وانت حضرتك عارف القران وعارف الكلام ربنا. طبعا. ربنا بينزع الملك من من يشاء. لا ايه؟ ربنا ايه؟ ينزع الملك من من يشاء ويعطي الملك لمن يشاء، هو حر. يبقى نقول الكلام ده لمين؟ لربنا سبحانه ربنا وتعالى. سبحانه وتعالى. ماشي. هو اللي بيعمل كده في الناس. ماشي، بس الناس هي اللي بتعمل كده. بس هو ربنا بيدي موهبه. ربنا ما جاش يكون ده موهبه. انا بص انا بتكلم اهو عليه بعد ما مشي. انا كده بتكلم عليه بعد ما مشي اهو. ما تضمنش يكون ربنا هو يكون عمل حاجه في حياته، اكل امه ولا اكل ابوه ولا عمل حاجه ودعوا له وخلى الدنيا كلها تشوفه كده. سبحان الله. ممكن يكون اكل كلب، ممكن يكون اكل حاجه. يرزق من يشاء بغير حساب. فدي ما نقدرش نتكلم فيها. ده اللي انا اقدر اقول. انا ما بفهمش في القران قوي، بس اللي انا فاهمه ان اي حاجه بتتعمل في الدنيا بقدره ربنا. طبعا. يبدو يعني عن عصام ان انت عندك كمان خلفيه دينيه ما شاء الله، ربنا يزيدك خلفيه دينيه كبيره. لازم اقتنع. يعني انا دلوقتي يعني ملتزم وبتأدي الصلاه يعني. الحمد لله. انا اقول لحضرتك على حاجه من غير ما اكون بأدي ولا ما بأديش. انا عارف ان في القران بتاعنا بيقول لك اللي بيقلع هدومه وبيعمل حاجات تغضب ربنا بيخش النار، صح؟ واللي بيبقى محترم وملتزم بيخش الجنه، وربنا بيبقى واقف معاه وفي ظهره. بس طيب خلينا بقى نرجع لموضوعنا الاساسي، جلسه الصلح. كنا بنعمل في جلسه الصلح بينك وبين محمد، لكن يعني انتهت بامر غير مرغوب فيه. انتهت المره الثانيه بانسحاب، انسحاب طرف واحد بس. كالعاده محمد بينسحب من اي تجمع، من اي جلسه صلح، من اي جلسه اعترافات. أيوة. على الجانب الاخر يعني هنا الحاج عصام، عفوا يعني عم عصام باقي وبيتكلم معانا وبيضرب تصريحات مثيره جدا، بيقول محمد من اين لك هذا؟ انت كل حاجه بتقولها سواء كان على مش هو دلوقتي بيقول لو هو عاوز يثبت للناس ان انا كذاب يكذبني ويوريني الشقه اللي هو وريها لك دي. مش هينفع بعقد، عشان ممكن الراجل اللي هو قاعد عنده يعمل له عقد او انت عشان يوريه للناس. الحكومه تتاكد ان ده عنده الحاجات اللي قال عليها ولا لا. ده اكتر حاجه معاه وملكه وانا عارفها ومتاكد منها. التليفون اللي هو السامسونج اللي انا جايبه له انا والاستاذ بلال. محمد معاه تليفون ايفون شفناه دلوقتي. لا ده بتاع الاستاذ عمرو. بتاع الاستاذ عمرو. يبدو كمان ان ابنك عارف كل التفاصيل يعني. ما هو عايش معانا وهو محمد. ينفع يخش معاك في البث مباشر استاذنك؟ محمد هو اللي بقى اما بكون عايز ادي محمد ده حاجه انا بتكسف اديله، بقوم باعتها مع محمد ابني. بتديله حاجه زي ايه يا عم عصام؟ ممكن تعرفنا؟ فلوس 200 جنيه. بغرض ايه؟ يعني الهدف ايه تديله فلوس؟ وهو بغرض يعني انا كنت بعمل له حاجه لله، ما اعرفش هو اللي خلاني اقول الكلام. انا كنت بعمل حاجه لله، هو اللي خلاني اقول الحاجات. الكلام اللي استفزني اللي قال وحش في حقي يخليني اقول الكلام كله. انت لسه يعني شايل من الكلام اللي قاله قال لك يا عصام بيعمل برنامج اونطه. طب البرنامج اونطه احنا مادين عقد النهارده، وبعدين اونطه ليه؟ ما انا كل 3 ايام بطلع من عندي من المكتب كام واحد انت بتيجي تشوفهم؟ لا كتير. الحقيقي اللي هيتم معاهم انك بتكتشف المواهب المدفونه يعني. اللي هيتم معاهم مستحق الدعم. اللي هيتم معاهم باذن الله البرنامج اول ما يشتغل اللي هينجح بجد واللجنه تقول عليه هنتعمل له غنوه او كليب او الحاجات دي.